السلام عليكم، ازيكم بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعي هيكون اعاده تدوير او تصليح بمعنى اصح للمطبقيه بتاعتنا اللي هي بتبقى مصديه وحالتها بايظه خالص. هنرجعها جديده ان شاء الله. بس يا ريت لو مش مشتركه في القناه دوسي على الزرار الاحمر المكتوب عليه اشتراك، وكمان فعلي الجرس عشان يوصلك كل الحاجات اللي بقدمها بعد كده. وما تنسيش لو عجبك الفيديو واستفدتي منه تدوسي عليه لايك. يلا بينا بقى كده نبتدي. دلوقتي انا هحتاج حاجتين بس معايا في الفيديو ده. هيبقى محتاجة ورقة من الصنفرة الخشنة زي دي كده، بنجيبها من عند الموان، قطعة صغيرة زي دي. وكمان هستخدم اللاكيه، هدهن لاكيه لونه ابيض. ليه هستخدم اللاكيه في المطبقيه بتاعتي؟ لان اصلا اللاكيه يعني بيفضل استخدامه في الحاجات المعدن والحاجات الحديد وكده. اول حاجه انا هعملها ان انا طبعا زي ما انتم شايفين الصدى في الجزء اللي تحت ده، هجيب الصنفره بتاعتي وهبتدي امسكها كده حته حته. انا طبعا مقطعها صغيره عشان خاطر اعرف اخش في الزوايا دي، وهبتدي ان انا اصنفر كويس قوي. هتبص تلاقي الصدى بتاعك ده بينزل. طبعا هتبقي فرشه كيس بلاستيك او ورق جورنان اي حاجه. وبعد ما نخلص بالصنفره هنستخدم اللاكيه. لكن هيبقى في مرحلة مهمة في النص بعد الصنفرة وقبل الدهان. المهم جدا ان انتي تنفضي المطبقية بتاعتك من الصدى اللي هينزل، او تغسليها وتنشفيها على طول. ما تسيبيهاش طبعا علشان ما ترجعش تصدي منك تاني، ما تركنيهاش يعني. طبعا اول حاجة كده هعملها هجيب الصنفرة بتاعتي زي ما انتوا شايفين، وهبتدي ان انا اصنفر كل الاجزاء وكل الزوايا بالطريقة دي كده. هخش بين كل الزوايا وهبتدي صنفر. زي ما انتم شايفين برضو بينزل صدى معايا، ولون المطبقية نفسه بيرجع تاني ستانلس زي ما كان. بس طبعا اوعي تقولي انا خلاص هصنفرها وهستخدمها كده على كده يعني. بعد الصنفرة هترجع تصدي منك تاني طبعا بالاستخدام بتاعنا والمية والكوبايات اللي بنسيبها فيها وبتتصفى وبتنقط وكده. هترجع تاني تصدي منك. فاحنا علشان نحافظ عليها هنبتدي ان احنا ندهنها. هنديها من اللاكيه، طبعا هدهنها باللاكيه. وده كده شكل المطبقية بتاعتي بعد ما صنفرتها كلها. هي بتتفكك كده، فانا فككتها حتت علشان اعرف اصنفرها كويس. مسكت حته حته وقعدت اصنفر فيها وفكيتها بالصواميل دي. شايفين كل اللي على المفرش ده؟ كل دي طبعا صدى نزل من المطبقيه دي. نضفتها كويس جدا من الصدى. الخطوه اللي بعد كده زي ما قلت لكم ان انا طبعا نضفتها من الصدى ونفضتها كويس جدا من اللي كان عليها، علشان خاطر لما اجي ادهن يعني ما يلزقش في الدهان، الصدى ما يلزقش في الدهان. هفتح بقى معايا كده علبة اللاكيه وهبتدي ان انا اخد بفرشة زي دي، فرشة رفيعة، وهديها اول طبقة. هنبتدي ندهن كده من جوه لبره علشان خاطر طبعا ما نبهدلش الدنيا وما نوسخش ايدينا. كمان كنت عايزه اقولك ما تمليش الفرشه دهان كتير. صفيها كويس من الدهان يا دوبك يعني يبقى على قد الجزء اللي بندهنه. ما تمليهاش علشان خاطر ما ينقطش كده ويسيل منك، وكمان علشان ما نهدرش من الدهان وكله يقع على المفرش بتاعنا. كده المطبقية بتاعتي بقت جاهزة. هي خدت معايا وشين، اديتها وشين علشان خاطر اللون يبقى ظاهر ويبقى واضح وما يبقاش فيه علامات لسه موجودة على المطبقية نفسها ما تلونتش. ده كده شكلها النهائي زي ما انتم شايفين، لونها حلو قوي وشكلها اتغير خالص طبعا. وانا طبعا بما ان مطبخي خشب والجزء ده طبعا خشب كله، فانا جبت ستيكر وفرشته على الجزء اللي تحت ده، غلفته كده. انا عندي زي ما انتم شايفين الجزء اللي تحت ده مفتوح علشان خاطر الميه تتصفى وتنزل على الحوض، يعني تحت كده على طول الحوض. فانا فرشته بالستيكر ده على شكل برضو لون الخشب بحيث يحافظ على الخشب بتاعي. وده كده شكل المطبقية خلاص بعد كمان ما رصيتها وغسلت طبعا كل الحاجات اللي فيها دي عشان تبقى كلها كأنها جديدة كده. ده شكلها النهائي. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، ويكون اي واحدة فيكم عندها مطبقية بتاعتها بايظة ومكسلة تعملها تتشجع كده وتصنفرها وتدهنها. هتتفاجئ بصراحة